تفضل يا حمزار. مساء الخير. مرحبا، ما دينك؟ آه لا ديني. لا ديني. فيني بس أقول شغلة صغيرة قبل ما نبلش. لا ديني كاثوليكي ولا بروتستانتي ولا؟ لا أنا مسلم يا أخي، بنحدر من عائلة مسلمة. كان عندي شكوك وعندي أسئلة، وبصراحة يعني العائلة والأقارب طيب. نصحوني إني أطلع مع فضيلة الشيخ. ها. افتح الصوت يا حمزار. عفوا. مساء الخير. صوتي مسموع هلا؟ نعم، اي تفضل مسموع، شيخ. مساء النور. أنا بنحدر من عائلة مسلمة، بس صار عندي شكوك، صار عندي أسئلة طرحتها على كتير من عالم بعرفها وشيوخ بعرفها. كلهم بصراحة قالوا لي إنه لازم تطلع تسأل أهل العلم، وفي منهم كتير رشحوا لي حضرتك. فصار لي جمعة عم حاول أطلع مع حضرتك، والحمد لله وأخيرا طلعت. فعندي أسئلة وحابب أسألها، بتمنى تكون تاخذني بصدر رحب وتتعامل معي كشخص يا أخي ضال وبده يرجع، بس إنه بدي صبرك علي إذا في مجال. اكيد اي واحد يكون محترما في الحوار أنا بوعدك حكون كتير و... محترم. وطالب، ويكون أكيد. طالبا للحق. بس شوي في اصوات كأنك بتاكل، انت قاعد تاكل. لا بصراحة، بس مو صار لي جمعة عم بستنى أطلع مع حضرتك، فما استوعبت إنه أخيرا وافقتوا لي. حخفف الصوت طيب، ناحي. بس ابعد شوي الهاتف. أوكي. آه... بتحب بلش أنا فضيلة الشيخ ولا حضرتك طيب، ولا؟ بس اوضح لك شيء قبل ما تبدأ. تفضل. فإذا كان الهدف من الحوار الوصول إلى الحق وإزالة ما عندك من شبهات وباحترام، لا شك أننا سنكون من ألطف الناس معك. ماذا نريد نحن أكثر من ذلك؟ ما في شك بالموضوع، أنا كل ثقة بهذا الموضوع. تفضل. ما سؤالك؟ طيب، بداية شيخنا، رب العالمين لما خلق الحياة أول شيء خلق القلم، صح؟ نعم. وقال له للقلم اكتب. بس لا، أول شيء العرش، عفوا. أول شيء العرش، ثاني شيء قال له اكتب القلم. خلق القلم، قال له بس اكتب. أود أن أسألك بس ثواني. أنت أول شيء، ما اعتقادك الآن؟ ملحد أنت الآن؟ أنا هلأ مالي فهمان الله وين حاططني، أنا ضايع هلأ حاليا. يعني أنا يعني مؤمن بوجود خالق لهذا الكون؟ أكيد في خالق لهذا الكون، يعني هذا الكون ما إجا صدفة. أها، طيب خلاص تمام. على كل حال، نعم، القلم هو أولا. أيوه، بعدين. مظبوط. شيخنا بس وأمر. نسأله، بتنكر رسالة النبي محمد عليه الصلاة لا والسلام؟ هو نعم. نعم، تفضل. خليه هو واضح عليه أنه يعني عنده إشكاليات. كفي. تفضل يلا. ثاني شيء أي عفوا، بعد ما خلق القلم قال له اكتب. شو قال له يكتب؟ قال له اكتب كل شيء من بدء الخليقة إلى قيام الساعة، صح هذا الحديث؟ نعم. طيب، هل هذا يسمى اللوح المحفوظ؟ اللوح المحفوظ يتضمن كل شيء، كل شيء، أفعالنا، تصرف، كل شيء. فكيف ممكن الإنسان يعني يخالف اللي مكتوب له باللوح المحفوظ؟ إذا أنا كان مكتب لي أنه أنا شت عن الطريق الصح، انه انا كان مكتب لي انه اعصي، انا كان مكتب لي انه بالاخير انا على النار، هل ممكن يتبدل اللي موجود باللوح المحفوظ ام هو ثابت وهذا شيء من عند الله؟ بداية، عندك إشكال في فهم كلمة مكتوب. فأنت تظن بكلمة مكتوب هنا يعني أنك مجبر على هذا الفعل، تظن ذلك، وهو في الواقع هذا ليس في الإسلام، بل هذه يعني بدعة ظهرت تسمى الجبرية. فرقة مبتدعة ظهرت تسمى الجبرية، والتي تقول أن الله عز وجل قد أجبرنا على ما نقوم به. لكن مفهوم أهل السنة والجماعة ليس كذلك. فلا يفهم أهل السنة والجماعة أن المكتوب يعني المجبر عليه، بل عند أهل السنة والجماعة للإنسان مشيئة. أي نعم، هي تحت المشيئة العامة للخالق سبحانه وتعالى، لكن الإنسان له مشيئة خاصة به. ولذلك تجد القرآن الكريم في كثير من الأحيان يصف للإنسان مشيئة. مثلا يقول الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
فبالتالي نسب للإنسان مشيئة. هذا أمر. الأمر الآخر، كون أن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، هذا أمر طبيعي، لأن الله عز وجل عنده علم الغيب، فيعلم غيبا ما الذي سيحدث في هذا الكون. يعني كل الأحداث التي تحدث الآن عند الله تبارك وتعالى من الماضي، ولذلك تجد القرآن الكريم يعبر عن يوم القيامة بالماضي. مثلا في سورة النحل يقول الله عز وجل في بداية سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. المقصود بأمر الله هنا القيامة. أتى أمر الله، ففعل ماضي، لأن أحداث يوم القيامة رغم أنها لم تحدث بعد لكنها في علم الله عز وجل هي من الماضي. فبالتالي حين نقول أن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، لأن الله عز وجل عنده علم الغيب. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، الكتابة هنا كما قلت لك لا يعني أنك أنت مجبر على أفعالك، ولكن لأن الله عز وجل يعلم مسبقا ما الذي ستفعله، فكتب بناء على علمه سبحانه وتعالى، وقدر ذلك بناء على علمه سبحانه وتعالى ما ستفعله. يعني على سبيل المثال، أنت الآن تقود سيارة، وأمامك 4 طرق: طريق ألف، طريق باء، طريق جيم، طريق دال. فاتجهت نحو طريق باء، هذا يعد اختيار من؟ اختياري. اختيارك. الله عز وجل مسبقا يعلم أنك ستختار باء، فكتب ذلك في اللوح المحفوظ بناء على اختيارك، فقدر ذلك على اختيارك. لكن الذي اختار أولا وأخيرا من؟ أنت. مظبوط. أي نعم. هذه مسألة. المسألة الأخرى، هل ممكن أن تمحى بعض الأمور التي قدرت؟ أي كثير من أهل العلم قال أن الدعاء مثلا يغير بعض الأقدار. في بعض أهل العلم من قال بذلك، يعني واستدلوا بآية في سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذه آية في سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فاستدلوا بهذه الآية أن الله عز وجل قد يغير قدرا بقدر آخر لدعائك ولمكانة الدعاء ولعظيم منزلة الدعاء، يغير بعض الأقدار. طبعا هنالك أقدار ثابتة لا تتغير، لكن هنالك بعض الأقدار قد يغيرها الله عز وجل للمنزلة العظيمة للدعاء. هذه نعم قال بها كثير من أهل العلم. تسمح لي أتكلم شيخنا؟ تفضل. بس نرجع لموضوع فضلت المثال اللي طرحته تبع السيارة. طب في حال أنا كان مكتب لي إنه أنا أسلك الطريق باء، هو انكتب هذا الشيء يعني من زمان، يعني قبل ما انوجد أنا، قبل ما ينوجد كل شيء، أنا ممكن أسلك الطريق A ألف ويتبدل اللي فوق. بس ثواني، الأخ اللي على اليوتيوب كاتب: الله يقويك يا أخي زين صبرك، جزاك الله خيرا أخي الكريم وبارك الله فيك. عزيزي أنت يبدو أنك لم تفهم المثال. ركز. أنا فهمت المثال، بس تسمح لي أنا بس أشرح لك أنا شو إشكاليتي عشان تصلح لي إياها. طيب. يعني أنا إذا عندي فهم غلط أنا بتمنى أنت يكون عندك صدرك رحب تسعني شوي. أنا ما قاعد مبتسم لك أهو. تحب زوجك على حسابي عشان تتأكد إن صدري رحب؟ شو رأيك؟ هذا الشيء عامل قاعد صدري رحب معاك جدا. أعرف والله بعرف. تفضل. طيب دعني أعيد لك المثال من جديد، لأنك يبدو مازال لم تفهمه بشكل جيد. أنا لما أعطيتك المثال، حين أعطيتك المثال ماذا قلت لك؟ أمامك 4 طرق: ألف باء جيم دال. أنت حين اخترت طريق باء، الله عز وجل بعلمه الغيبي قبل أن يخلقك يعلم أنك ستختار ذلك، فكتب وقدر اختيارك. ركز، فكتب وقدر اختيارك مش إجبارا لك. طيب أنت قل لي، طيب مثلا أنا اخترت حرف ألف، أنت ماذا قلت؟ أنا قلت ماذا لو اخترت طريق ألف؟ يكون في علم الله المسبق أنك ستختار حرف ألف، فيكون قد كتب وقدر ذلك بناء على اختيارك. إيش رأيك؟ فهمت الموضوع ولا ما فهمتش الآن؟ فهمت، بس أنا ممكن أطلع من إطار علمه.
يعني مستحيل. يعني هو قدر ما هو وعلم معلش انه ما انا هو حاختار معلش الطريق باء، انا يا مستحيل حبيبي، اختار الطريق الف. ما هو لأن لو أنت خرجت عن طريق علمه لم يعد إلها هكذا. تماما. انا إيه، هي وين فكرتي. مشكلتك بالضبط؟ وين مشكلتك؟ مشكلتي انه هون انت صفيت انه ما فيك تطلع من الشيء لا 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 المكتوب. لا, لا بالعكس، لا لا بالعكس، بالعكس. شوف، أولا هو الواقع أنك أنت كإنسان لست حرا في كل شيء. كواقع أنت لست حرا في كل شيء، أنت حتى مقيد ببعض القوانين التي يضعها المخلوق. ليش مستكبر أن تكون مقيدا من الخالق عز وجل في بعض المسائل مثلا؟ أنت أصلا مقيد من المخلوق نفسه. أنت وظيفتك لا تستطيع أن تخرج في وقت لم يأذن لك فيه المدير. أنت لا تستطيع أن تخرج من البلاد بدون جواز سفر مثلا. أنت لا تستطيع أن يعني تذهب إلى مكان معين إلا عندك مثلا ورقة معينة أو إذن معين. مخلوق مخلوق ومتقبل الموضوع. لازم أنت تشيل من راسك وهم حاول أن يعيشه لك الملحدون وهم بعيدون عنه، أن الإنسان حر في كل شيء. كذب. أي نعم، الإنسان له إرادة حرة، ما أنكرنا ذلك، لكن ليس في كل شيء. ما فيش شيء اسمه حرية في كل شيء، ما فيش. تمام؟ أنت تمام. تمام. اسمعني بس، اسمعني. أوكي. أنت لا تموت بإرادتك. صحيح. أنت تموت في الوقت الذي أراده الله. أنت لا تولد بإرادتك، تولد في الوقت الذي أراده الله عز وجل. أنت لا تتحكم في يعني شعورك بالجوع أو بالعطش، ولا تتحكم في أشياء أخرى مش لازم نذكرها. فهمت عليك. تمام؟ فبالتالي هذا أمر طبيعي جدا. لكن هل هذا ظلم للإنسان؟ لا. أي نعم، أنت في محيط علم الله تبارك وتعالى، لأنك تعيش في كونه، تعيش في كونه، تعيش بنفس أعطاه لك، تعيش بأعضاء وضعها فيك. كيف ستعيش خارج إرادة الله عز وجل؟ هذا أصلا غير مرفوض تماما عقلا أساسا هذا. لكن هذا ليس بظلم. لك مشيئة واختيار في إطار علم الله طبعا، أكيد. بس هل من الممكن انه انا تكون المعصية كمان هي شيء مفروض علي؟ لا، ليس مفروضا عليك، هذا اختيارك. نحن رجعنا لنقطة البداية. طيب. قلت لك هنالك فرقة ظهرت تسمى الجبرية. الجبرية. أي اول مرة بعرف عنها بصراحة، بدي اقرا عنها. أي هذه فرقة معروفة، في اثنين، في القدرية وفي الجبرية. الفرقة الجبرية هذه تعتقد أن الإنسان مجبر على أفعاله. أهل السنة والجماعة رفضوا ذلك. مم. المعصية، أي نعم، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لك الأعضاء وكذا، لكن لم يأمرك بالمعصية. يعني أنت حين تبيع سكينا، في من سيستخدم هذا السكين لتقطيع اللحم والخضار، صحيح. وفي من سيقتل به، صح؟ صحيح. يبقى في الآخر اختيار الطرف الثاني. لكن أنت الذي صنعت هذه السكينة، بس الذي اختار أو الذي فعل الفعل هو الطرف الآخر. اكيد. طيب شيخي، أنا بس حابب أقول إنه أنا بصراحة عندي عدد كبير من الشبهات. أنا بحترم قانون البث وبعرف إنه أنت بتقول ممنوع رشاش الشبهات. فشو نحن بس نظامنا في البث هنا، نظامنا لا ننتقل إلى نقطة أخرى حتى تنتهي وتقتنع تماما بالنقطة السابقة بس. أنا والله ما بحب كون عم عاند أو إنه عم بين إنه ما عم بستوعب عليك. بس أنا إشكالي طالما أنت ملزم بقوانين، وطالما هو موجود مكتوب بعلمه. يعني أنا سبق وكتب وبحثت عن موضوع اللوح المحفوظ، هو يتضمن جميع أفعالك إن كانت الحسنة أو كانت السيئة. لأنها اختيارك. ما هي اختياري، بس هي يعني هي كتبت من علم طب أنا كيف ممكن لا، خلينا نأصل بس ثواني، خلينا نأصل للموضوع. أكيد تفضل. تمام، نأصل للموضوع. تفضل. نرجع. تفضل. الكون هذا خالق سبحانه صح. وتعالى، خلق هذا الكون بإحكام، بإتقان، بضبط دقيق، صح؟ طيب، من صفات هذا الخالق المنطقية والعقلية أن يكون عليما بكل شيء، قديرا على كل شيء، صح؟ صح. طيب، هل لو قلنا هذا الإنسان، ركز، لو الإنسان فعل هذا الشيء
خارج إرادة الله أو خارج إرادة الخالق، هل هذا يعد كمالا أم نقصا في الخالق؟ يعد نقصا في الخالق. فهمت الفكرة؟ فبالتالي نعم البشر كلهم تحت إرادة الله عز وجل، ولكن تحت إرادة الله، لكن لهم مشيئة خاصة ولهم اختيارهم الخاص. لكن طبيعي أنت تعيش في كون الله عز وجل، المنطقي والعقلي أن يكون هذا تحت إرادة الله تبارك وتعالى، بما فيه معصيتي. لكن ليس أمرا شرعيا. في فرق. ما أنت طبعا حتى وين ستعصي الله سبحانه وتعالى مثلا؟ مش في ممكن. كونه؟ أكيد في كونه تمام ستعصي، لكن هل أمرك بهذه المعصية؟ لا، ما أمرك، هذا اختيار. ما أمرني، بس هي قدرت لي بعلمه. تقدير بعلم وليس بإجبار. بس أنا ما فيني أطلع عن علمه. يا حبيبي اصبر شوية، عفوا. ليش ترفع في صوتك؟ لا عفوا، بعتذر. ما معنى قدرت بعلمه؟ لما نقول قدرت بعلمه، الاختيار اختيارك أم لا؟ اختياري. الاختيار اختيار من؟ ركز معي، الاختيار اختيار من؟ اختياري. خلاص ما دام اختيارك، من الملام إذن؟ أنت الملام. بس هلا حضرتك شيخ قلت لي انه انا مجبر بقوان، يعني انا بكون رب العالمين انا ملزم لا عفوا انا فهمتك غلط. لا ما قلت مجبر. مو مجبر، بس انه أنا قلت لك هنالك أصلا فرقة مبتدعة ظهرت اسمها الجبرية. ما هو لو سمحت يا تركز معي في كلماتي وتفهمني، يا أما لا تبقى تنسب لي كلاما أنا لم أقول. لا أنا ما قصدي أنسب لك كلام والله أبدا. تركز في كلامي جيدا حتى لا تتعب نفسك وتتعبني معك وتتعب المشاهد. نحن قلنا أن هذه الأفعال من اختيار الإنسان، لذلك الله عز وجل ماذا قال في القرآن الكريم؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم وماذا قال أيضا؟ قال في سورة الزمر، قال ولا يرضى لعباده الكفر. ركز، ولا يرضى لعباده الكفر، لكن في عباد كفروا ولا لا؟ صحيح كفروا، في عباد كفروا، لكن هل راضي الله سبحانه وتعالى بذلك؟ لا، لم يرضى الله سبحانه وتعالى بذلك، لأن لك مشيئة في الطاعة والمعصية والكفر والإيمان. وكذلك في قوله تعالى وهديناه النجدين، يعني أنت أمامك طريقين مخير باتباع أي طريق. كون إن هذا في علم الله، طبعا سيكون في علم الله. هل سيكون الله سبحانه وتعالى يجهل مثلا هذا؟ حاشا لله، ما هذا ينافي الألوهية. تمام. طيب أنا هعطيك مثال أكثر، مثال أقرب. تفضل. تمام. طبعا قبل كل شيء ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. أنا الآن مدرس، كويس؟ أنا مدرس أدرس هؤلاء الطلبة سنة كاملة، فلا شك حين أنا درست هؤلاء الطلبة سنة كاملة تكونت عندي خبرة بهؤلاء الطلبة الذين درستهم هذه السنة، صح؟ صحيح. طيب جاءت لحظة الامتحان، فقلت الطالب فلان سينجح بناء على خبرتي التي خبرتها هذه السنة وأنا أدرسهم. طالب فلان سينجح، الطالب فلان سيرسب. كويس. جاء الامتحان وبالفعل فلان نجح وفلان رسب. هل يعد الأستاذ هكذا ظالما؟ لا. لماذا؟ لأنه هو علم الطالبين نفس الطريقة، واحد اختار يدرس واحد اختار ما يدرس، لكن عنده علم المدرس بناء على خبرته، هذا سينجح وهذا سيرسب، صح؟ صح. لكن رسوبهم ونجاحهم باختيارهم. صحيح، واحد درس واحد ما درس. خلاص. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل عنده علم مسبق بما سيفعله البشر، لكن يبقى هذا اختيارهم. قدر ذلك بعلمه لكن لم يجبرهم عليه. أوكي، فهمت هاي النقطة. وصلت الآن؟ وصلت هاي النقطة. طيب الحمد لله. فينا ننتقل لنقطة تانية؟ إذا مقتنع بها انتقل للنقطة الثانية. مقتنع فيها، فينا ننتقل للنقطة الثانية. أنا يعني قريت وعرفت شغلة إنه النساء، يعني عورة النساء تختلف من مرة لمرة. طب شو هون أنا بصراحة ضعت، يعني إنه كيف. وحتى قريت إنه بموضوع الصلاة إنه المرأة الحرة غير الأمة،
هي مطلوب منها تغطي كامل جسدها، هي مطلوب منها تغطي مكان معين بجسدها لو هو من السرة للركبة. هل هذا الشيء صحيح أم غير صحيح؟ طيب، أولا تأصيلا للأمر لابد أن تعرف ما هي مصادر تشريع الإسلام. مصادر التشريع في الإسلام المتفق عليها الكتاب، القرآن يعني، والسنة، والإجماع، والقياس. هذه المصادر التشريعية المتفق عليها، التي بعدها حولها خلاف، لكن هذه متفق عليها. فبالتالي ما دون هذه المصادر التشريعية الأربعة يسمى عندنا في الإسلام اجتهاد. اجتهاد من شخص اجتهد، قد يكون أصاب وقد يخطئ، قد يصيب وقد يخطئ. مسألة حجاب وعورة المرأة لا يوجد في القرآن ولا في السنة ولا على المسألة إجماع ولا قياس أن هنالك اختلاف بين عورة الحرة وعورة الأمة الجارية. لم يرد نص لا في القرآن ولا في السنة ولا في السنة، صعدوا أبو آدم يا إخوة، ولا في السنة ولا إجماع ولا قياس، بل العكس تماما. حين تفتح القرآن تجد فيه نصوص صريحة في أن خطاب الحجاب خطاب عام. يقول الله عز وجل مثلا في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ركز، قال ونساء المؤمنين ولم يقل وحرائر المؤمنين، إنما قال ونساء المؤمنين، وكلمة نساء المؤمنين تشمل الأمة والحرة على حد سواء. مسألة الأقوال الفقهية، جمهور أهل العلم يرون أن عورة الأمة والحرة واحدة ولا تختلف، بل هنالك من العلماء من شدد في هذه المسألة كثيرا، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى يشددها على هذه المسألة، أن عورة الأمة زيها زي عورة الحرة. ابن حزم الأندلسي الظاهري في كتابه المحلى بالآثار شدد على هذه المسألة، أن يعني عورة الأمة وعورة الحرة نفس الشيء. أما إذا قلت لي هل يوجد أقوال لبعض المجتهدين من قال أن عورة الأمة تختلف عن عورة الحرة، أقول لك نعم، في بعض المجتهدين من قال بذلك، ولكن العبرة بكلام من؟ نحن في الإسلام ما عندنا كهنوت، نحن عندنا في الإسلام قال الله قال رسول الله والإجماع والقياس صلى الله عليه وسلم، وعندنا قواعد في هذا الأمر. يعني مثلا الإمام مالك ابن أنس رحمه الله صاحب المذهب المالكي قاعد قاعدة لهذا الموضوع، حين قيل له المجتهد الفلاني قال ذلك والمجتهد الفلاني قال ذلك، فرد بكلمة صارت قاعدة بعد ذلك، قال كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الوحيد الذي لا يرد قوله. وهنالك قاعدة أخرى: قول العالم يستدل له ولا يستدل به، بمعنى إن قول العالم بعيدا عن الدليل والبرهان فلا يعتد بقوله. فبالتالي فليقل من يقل من المجتهدين عورتها من كذا لكذا أي كان، إن شاء الله لو قال تخرج عريانة تماما قال ذلك تمام. هل الإسلام قال بذلك؟ هات لي آية في القرآن، هات لي آية، هات لي حديث نبوي، هات لي إجماع على المسألة. ما فيش. الذي يقول ذلك نرد عليه بقول الإمام مالك: كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر. فبالتالي المسألة عندنا نحن في الإسلام نحن نختلف عن اليهود والنصارى في هذه القضية. القسيس ولا الحاخام اليهودي ولا القسيس النصراني حين يقولوا شيئا يعتبرونهم الآلهة على الأرض، لا،
نحن عندنا العلماء مجتهدين، قد يصيبوا في الأقوال وقد يخطئوا. طيب، انا موضوع عورة الأمة استدلت عليه من روايتين قريتهم، بس بصراحة ما بدي انحسب عم دلس، انا مالي متذكرهم ما فيش، 100%. لا يمكن، لا يوجد رواية صحيحة. بتسمح لي اقول لك عليهم ويمكن يكونوا تفضل غلط؟ تفضل هات. في رواية بتقول انه سيدنا عمر بن الخطاب اشتبه على وحدة كانت هي أما، كانت لابسة لباس الحرة، فضربه كانت وخلاها. لا، كانت مقتنعة، عفوا متقنعة، كانت متقنعة، يعني لابسة نقاب. اه وركز جيدا، هذا لا اه يعني أن، ركز، وهذه نقطة لازم تركز فيها معي، لا يعني هذا أن تختلف عورة الأمة عن عورة الحرة. طيب تعال أعطيك معلومة فقهية تفضل. أفاجئك بها، وفاجئ ممكن بعض المستمعين الآن. اتمنى. نحن عندنا في الفقه شيء، وهي آية قرآنية في الأصل، والقواعد من النساء. ركز، القواعد من النساء، من القواعد من النساء؟ ما عندي علم. القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، يعني التي بلغت عمرا لا يرغب في النكاح بها، يعني لا امم يرغبون في الزواج منها، امم اللي هي العجوز، اللي هو صحيح. مثلا 70 80. هل تعلم في الفقه الإسلامي هذه يرخص لها في خلع بعض الملابس رأفة بها ورحمة بسنها؟ وهذا نص قرآني، قواعد من النساء في سورة النور الآية. طيب هذه المرأة اللي بلغت 60 ولا بلغت 70 أو 80، حرة ولا ما هي حرة؟ حرة. أذن لها أن تخلع بعض الملابس ولا لا؟ أذن لا، أنا أول مرة بعرف هالمعلومة. رجحها المسألة. هل يعني ذلك أنها عورتها غير عورة الحر؟ ما هي حرة، لكن هنالك ظروف زمانية ومكانية يعني يعذر فيها الشرع. الأمة عرفت في ذلك الزمان بكثرة الحركة والبقاء في البيت أغلب الوقت، وكثرة الحركة في داخل البيت. لا شك أن النقاب بذلك الشكل، بهذه الصورة التي صورناها، يرهقها. فسيدنا عمر نهاها عن أن يعني تلبس النقاب، القناع أو النقاب، والرواية هكذا، تمام. فبالتالي هذا استثناء لكثرة عملها وشغلها، لكن مش كنت تقصد انك ان هي من السرة الى الركبة. هذا الذي قلت لك لا يوجد عليها اي دليل اطلاقا، وهذا أنا هذا اللي اجتهاد. لقيته. نعم. أنا هذا اللي لقيته لما بحثت أنا هيك، بس ما كنت عرفان إنه هو خلاف، إنه اجتهادات أو إنه ايه، وهذا طبعا بالمناسبة هذا ما عليه، حتى هذه المسألة ليس عليها اجماع، هذا هذا اجتهاد من سيدنا عمر رضي الله عنه، امم هذا اجتهاد منه، لأنه عذر تلك الأمة لكثرة حركتها ولعدم الفتنة بها بشكل كبير. في ذلك الوقت كانوا يرغبون في الحرة أكثر، ولعدم خروجها من البيت الكثير، فاستثنيت من ذلك. زي القواعد من النساء حين تصل إلى عمر معين تستثنى أن تنزع بعض الملابس التي يقيدها لسنها الكبير، مش طبعا أن تكون متبرجة، لا، لكن يؤذن لها في خلع بعض الملابس الخارجية التي يضيق عليها في هذا السن لكبرها في السن، تكون عمرها 80 أو 75 وكذا. بس وهذه آية قرآنية، يعني هذه آية قرآنية، والقواعد من النساء. هي بتفق عليها معك. بس موضوع رواية سيدنا عمر بكمالة الرواية، بعد ما أمر بخلع الحجاب، هو قال له إنه عم تتشبهي بالحرة، وفي عالم بتقول إنه ضربه. هل هذا الحكي صحيح؟ أولا هي بالنسبة للضربة، هو سيدنا عمر كانت عنده زي الدرة هكذا، عصا، درة سيدنا عمر بعرفها. فهذه ما كانت هي ضربة مؤلمة، يعني بتاع تنبيه، هكذا، يعني مثلا يخبط بها الشخص للتنبيه والتحذير. بس هو ليش ضربها؟ نعم، عفوا، هو بس ليش نبهها؟ لأنه قال لها إنك تشبهتي بالحرة. طيب وين الإشكال عندك بالضبط؟ لأن الأمة كثيرة الحركة، الحرة ليست كثيرة الحركة في ذلك الوقت.
لأنها كثيرة الحركة وكثيرة العمل وبقاؤها في البيت أكثر. لو تقرأ عن تاريخ الإماء ستجدهن كثيرات الحركة وكثيرات العمل وقليل خروجهن من البيت. فعلى ماذا تلبس النقاب أو تغطي وجهها؟ وبعدين كما قلت لك هذه مسألة اجتهد فيها سيدنا عمر، لكن لو ترجع هل عليها إجماع؟ لا، ما عليها إجماع المسألة. اوكي انا كان بس بدي اتاكد اذا عليها اجماع لذلك او لا. ولذلك أعطيتك مثالا. أنا خليني أعرض لك لأن بعض الناس كأنه شوية إيش يعني بحكم أنه أول مرة يسمعوه. انا بصراحه يعني ما في داعي تعرض لي، انا واثق لا بس بعلمك وبحديثك. مشكور، لكن لأن في إيش ناس يستمعون. عفوا. اكيد، خذ راحتك. هذه الآية اللي كنت أتكلم عنها عشان بعض الإخوة وكذا، هذه الآية إخوة في سورة النور. الآية في سورة النور: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. تفسيرها: والعجائز من النساء اللاتي قعدن عن الاستمتاع والشهوة لكبرهن فلا يطمعن في الرجال للزواج ولا يطمع فيهن الرجال كذلك، فهؤلاء لا حرج عليهن أن يضعن بعض ثيابهن كالرداء الذي يكون فوق الثياب. طيب، لماذا أنا استدليت بهذه الآية؟ استدليت بهذه الآية لأبين لك أن في استثناءات في المسائل الفقهية، يعني ليس للتفرقة ولكن لحالة معينة. يعني مثلا القواعد من النساء ما هن حرات من الحرائر، صح ولا مش صح؟ من الحرائر، ومع ذلك نظرا لكبر سنهن وتعبهن في ذلك السن والضغط عليهن الشرع خفف عليهن في هذه المسألة. كذلك مسألة الأمة، لأنها الإماء يعني كثيرات الحركة وقليلات الخروج من البيت وقليل الفتنة بهن، لذلك أذن لهن أن يضعن النقاب أو الاقتناع، يعني القناع يعني أقصد. وصلت يا أستاذ ولا لا؟ وصلت. لو عندك إشكال كمل، أنا ما عنديش مشكلة، بس أسألك يعني. ايه عندي بصراحة. في نفس الموضوع ولا موضوع آخر تقصد؟ لا، هذا موضوع آخر. ايه تفضل. هلا سورة هل الأحزاب، أول شيء هل هذا الموضوع اقتنعت به ولا لا؟ أنا لما بلشت فيه للموضوع سألتك شيخ إنه بدي أتأكد منه إذا هو عليه إجماع أو لا. طالما حضرتك قلت لي ما عليه إجماع ما هو عليه إجماع، اجتهاد، فإيه هذه رواية تروى عن سيدنا عمر رضي الله عنه فقط. أوكي. النقطة الثانية، بسورة الأحزاب الآية 50 رب العالمين عم يخاطب النبي وعم يقول له عن ال- النساء الحلال له، صح؟ أنا مالي حافظ الآية بالضبط وما بدي أحكي من عندي، بس بآخر السورة: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة له من دون المؤمنين. نعم. وفي تتم للآية بس والله فاتتني. طيب تمام. وين ما السؤال؟ ما الإشكال؟ عفوا. هون المرأة المؤمنة يعني كان عليها تحديد انه هي شرط تكون مثلا غير متزوجة او غير مطلقة او لا، لانه هو النص كان بس امرأة مؤمنة. وموضوع لا. الهبة للنبي. عفوا بس، عفوا، واحدة بس. تفضل. أنت أولا تعرف ما معنى الهبة ولا لا؟ هبته نفسها، قدمت نفسها إليه. قدمت نفسها إليه بين أي ناحية؟ إنه يستنكحها، إنه يتزوجها. بعرف إنه شرح كلمة يستنكحها يعني الزواج. لا أصلا خلينا من كلمة يستنكحها، تعال نرجع من البداية. أوكي. الهبة هنا اسمه زواج الهبة. هذا في الفقه لو ترجع ستجد اسمه زواج الهبة. طيب، لماذا سمي بالهبة؟ لأن المرأة هنا تتنازل عن حقها في الصداق المهر، ولذلك سمي بالهبة. فهنا هذا اسمه زواج الهبة أصلا. لذلك تكملة الآية لما تقول يستنكحها يعني يتزوجها.
طيب ما الدليل أن كلمة يستنكحها هنا يعني يتزوجها؟ في نفس الصف في نفس الصفحة. هذه الآية 50 صح؟ صح. تعال الآية 49. ايه بعرف انا متفق معك انه ماشي بس يتزوجها. خليني نكمل بس. الآية 49 ماذا تقول؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. ثم ركز، ها عيد معك الآية. معك انا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. أولا قال إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن معناته اللي كان قبل الطلاق ماذا؟ زواج. والآية تقول إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. تمام. واللي بعدها ماذا تقول؟ من قبل أن تمسوهن، لكي ما يذهب عقلك بعيد أن النكاح يعني يحصر في الجنس وكذا، لكي لا يذهب عقلك أن النكاح حصرا في الجنس وكذا، لا، الآية تقول أصلا من قبل أن تمسوهن. تمام. طيب حتى أصلا في العقود اليوم يسمى عقد نكاح. فالآية هنا تقول وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، يعني صلى الله عليه وسلم، يعني وهبت نفسها زواجا بالتنازل عن مهرها. طيب ارجع إلى تفسير القرطبي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما. ماذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما؟ يقول لم تكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة موهوبة، يعني هي أي نعم المؤمنات كنا يأتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر طبيعي، يعني رسول الأمة وأشرف المرسلين وكذا، أي امرأة ترغب في الزواج منه ومستعدة تتنازل عن مهرها مقابل أن يتزوجها. فكنا يأتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج ولا واحدة منهم، ولم يتزوج أي واحدة منهم رغم التنازل عن المهر وكذا. لكن ابن عباس يقول هكذا، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس يقول لم تكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة موهوبة. تمام. فإذا الكلام هنا عن زواج الهبة، وسمي بزواج الهبة لأنه فيه تنازل عن حق المرأة في الصداق. هي المرأة تتنازل عن حقها في الصداق يعني المهر. وصلت بس الإشكال بالآية اللي عندي أنا أنه الحكم خاص بالنبي، صحيح؟ حكم فقهي خاص بالنبي يبين عصمته هنا. قل لي كيف يبين عصمته؟ تماما كيف؟ لأن تعال نرجع للتأصيل الشرعي في مسألة المهر. لماذا الشرع اشترط المهر؟ لا يحفظ حق الزوجة. ممتاز. هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيان أنه معصوم عن ظلم الناس، ولذلك يمكن للمرأة أن تتنازل عن مهرها إذا أرادت الزواج منه. فالآية تبين أنه لا تظلم عنده امرأة، حتى واقعيا. مثلا في امرأة تسمى المرأة الجونية. تمام. هذه المرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وحين قال يعني طبعا كانت حيلة من بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يتزوج هذه المرأة. وطبعا النساء يعني عبر التاريخ سبحان الله نفس العقلية تقريبا. فهذه المرأة الجونية هذه كانت امرأة بسيط، امرأة يعني حديثة عهد بالإسلام، ولا تعرف شيئا في الإسلام وكذا، ولا تعرف المصطلحات الإسلامية. فقالوا لها إذا اقترب منك، قال نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لهذه المرأة إذا اقترب منك النبي صلى الله عليه وسلم فقولي له أعوذ بالله منك فإنه يحب هذه الكلمة. فهي مسكينة ما تعرف يعني المصطلحات الإسلامية وكذا. ففي لحظة دخول النبي صلى الله عليه وسلم عليها وكذا واقترب منها ووضع يده الشريفة على كتفها فقالت له أعوذ بالله منك. فهي ما تدري أصلا معنى الكلمة أساسا يعني. فقال لها لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك. خلاص. وأرسلها إلى أهلها مع المتاع والأموال وكذا، وأكرمها وأرسلها. نعم طلقها في حينها بدون دخول وكذا، يعني أرسل معها الأموال وأكرمها وأوصلوها الصحابة إلى أهلها. فالقصد من ذلك شوف رغم الكلمة التي قالتها
لم يظلمها النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلها إلى أهلها معززة مكرمة. الآية هنا تبين عصمته، أن مسألة المهر لا يحتاجها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحفظ الحقوق، بل هو الذي يعطيها أموالا إذا يعني صار فراق. فهمت عليك. آه فينا ننتقل للنقطة بعدها. أنا آسف إذا عم طيل عليك، يعني أنا ما بدي يكون مزعج بصراحة. أنا مستمتع بالحديث ومستغرب من رحابة صدر. أنا بتابعك من زمان يعني إذا بعرفك بس تكون حد مع الشخص وبس تعصب. مصدوم أنا بصراحة اليوم، بس كتير مستمتع بالحديث معك يعني. فإذا في مجال كمل بكون ممنونك، ما في بتطلع بغير يوم. مصدوم؟ لا ما فيش مشكلة. مصدوم من ماذا بالضبط؟ من التعامل. أنا متابعك شيخ أنا متابعك من زمان. ما هو ببساطة شديدة لأن أنا لي شخصيتان. أكثر والله بصراحة لا أكثر. أنا قلتها كثيرا، أنا لي شخصيتان. هذا الهدوء الذي تراه ربما، مش ربما، أكيد فجأة ينقلب إلى سخونة شديدة إذا أسأت إلى الإسلام. أكيد ما رح أطلع أسيء إلى الإسلام. أنا عارف، بس أنا بكلمك حي. أنا إنسان لا، صدري رحب جدا. أنا إنسان مظلوم على فكرة والله، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الأجر. والله إيه يعني والله أنا كل، بس اعذرني بالكلمة، والله كل من يكتب في التعليقات إن هذا إنسان عصبي، هذا إنسان، والله يعني ظالمني ظلم شديد، لأنك للأسف الشديد لا تعرف شخصيتي جيدا، لأنني أنا إنسان. بارك الله فيك، شكرا. لأنني أنا إنسان يعني أحتوي الإنسان الذي يكون طالبا للحق. ايه بصراحة انت شخص عادل، يعني كيف بيتعامل معك الشخص بتعامله بعدل بنفس المستوى. كنت محترم اكيد حتحترمه، كان سيء عفوا مو سيء الا الاداب انت حتتعامل معه بطريقة تناسبه، وهذا الشيء لمسته بالضبط. طيب، وبالمناسبة ممكن عن شيء في شخصي ربما أتنازل عنه، لكن لا يمكن أن أتنازل عن شيء في الإسلام. ايه يعني شيء إساءة للإسلام لا يمكن. غيرة المسلم. انا خلقان ببيئة مسلمة بامتياز، بس انه انا صار لي 4 سنين مسافر وعشت لحالي وقريت وبحثت ورحت لأراني كتير بعيدة، عرفت؟ نعم. طيب يلا تفضل، ما فيش مشكلة. قصة سيدنا زيد بن حارثة وزواج النبي مشان موضوع التبني. أنا بعرف الموضوع كلياته، بس لما طلع سيدنا زيد بن حارثة ما كان في لا عدة ودغري صار الزواج بعد الطلاق وانت بتعرف موضوع العدة ليش؟ كرمال موضوع الرحم، واذا في جنين او ما في جنين، وما في كان عقد، وحتى انه هي بيقولوا يعني بس لحظة، ايش اللي كان الزواج بسرعة؟ زواج سيدنا محمد من الزوجة السابقة لسيدنا زيد بن حارثة. طليقته مش زوجته. قلت السابقة. طليقته. من أين جئت أن الزواج كان قبل العدة؟ من أين جئت بهذه المعلومة؟ مو قبل العدة؟ لا، ما هو قبل العدة. منين جبت أنت هذه المعلومة؟ إنه والله هيك قريت بالتفسير، بس ما بدي أنسب للتفسير. ما بدي أنسب. أنا والله نسي، يعني مالي متأكد بالضبط. لا، ما فيش هذا الكلام، لا صحيح هذا. وكانت بيقولوا انه كانت تتفاخر انه هي تقول انه هي المرأة الوحيدة اللي الله سبحانه وتعالى هو اللي خطبها. لا مش خطبها، لا ما فيش هذا الكلام. أنها زوجت من 7 سماوات، بمعنى أن الآية التي نزلت في تزويج السيدة زينب من رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت فيها آية، ولم تنزل في آية في أي امرأة أخرى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المقصود تمام. الآية التي تقول زوجناكها هي تقصد هذه الآية. إن أنا نزلت في آية من 7 سماوات. صحيح. أيوة بالضبط، مش خطبة ولا غيره. لا. بس كان في عدة؟ طبعا كان في، أكيد. أصلا المرأة لا يحل لها أن تتزوج من غير عدة أصلا. العدة 3 حيضات بالنسبة للمرأة. صحيح. المطلقة يعني 3 حيضات. نعم.
وين طيب اشكالك انت بالضبط؟ الموضوع اشكالك في موضوع العده يعني فقط؟ مش موضوع اشكالي بموضوع العده. ما فيش هذا الموضوع. انت من اين جئت بهذه المعلومه؟ لو تكرمنا وتعطينا المعلومه لنراجعها، او انا بسمع. لنراجع المصدر الذي قلته. اوكي. لا بصراحه ماني متاكد منه. طيب سؤال شيخ، حكم المرتد هو ثواني بس. تفضل. مسألة المرتد والله شرحها مليون مرة. عفوا. لو ترجع على اليوتيوب ستجد عشرات المرات شرح في هذه خلص المسألة. برجع له نقطه ثانيه. طيب ما علينا، ماشي، يلا تفضل. نقطه ثانيه، في يعني انا بعتذر اللي حقوله، بس حكم سب الله فيه استتابه، صحيح؟ طيب بس حكم شتم عفوا ما النبي، سمعت. سب ماذا؟ سب الله فيه استتابه. توبة قصدك، استتابة ايه غير التوبة. ايه إنه قبول التوبة يعني. ايه بيستتاب، مو يستتاب، انه ايه بيسألوا. يستتاب، ونعم له توبة الاثنين. ايه بس شتم النبي ما فيه توبة واستتابة، وحتما لا قتل. فيه. لا، أولا مسألة توبة ساب النبي صلى الله عليه وسلم هذه فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من قال نعم له توبة، وبعض العلماء قالوا ليس له توبة. لماذا؟ لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم يعد من حقوق العباد، وحقوق العباد لا بد من عفو صاحبها، لا بد من عفو صاحبها. فبالتالي ما نجرؤ نحن نقول أن توبتك مقبولة ونحن لا نعلم هل النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه أم لا. فهمت الفكرة أين في قول هؤلاء العلماء؟ لكن مع ذلك الرأي الراجح لا، قبول توبة الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت توبته صادقة. لماذا؟ لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أنه عفى عن أناس سبوه وعفى عنهم وقبل توبتهم، فلو كان بيننا اليوم يعتقد أنه سيعفو من أجل هداية هذا الشخص إذا كانت توبته صادقة. لكن هذا لا يعني التهاون ولا التساهل مع ساب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكيد يجب أن تنزل عليه أشد العقوبات. أنا استدللت عن الموضوع من حديث الشيخ عثمان خميس بهذا الموضوع. ما هو المسألة في شيء اسمه حقوق الله وحقوق العباد. حقوق الله بنصوص قرآنية الله عز وجل يعفو عن التائب منها، تمام؟ يعني الله سبحانه وتعالى نص عن أن حقوقه يعفو عنها إذا تاب الإنسان توبة صادقة. بس حقوق العباد لا بد من عفو العبد نفسه. فلذلك بعض العلماء توقفوا في هذه المسألة، قالوا ما ندري، النبي صلى الله عليه وسلم ميت الآن، فما ندري هل يعفو عن الذي يسبه أم لا. فهمت؟ لكن كما قلت لك الرأي الأرجح إن شاء الله تعالى هو صحة توبته إذا كان صادقا في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حياته أنه عفى عن أناس سبوه وقد تابوا، يعني توبة صادقة عفى عنه. إيه. أوكي. طيب شيخي سؤال، عفوا بس هلا كنت بدي أقوله والله وراح عن بالي. طيب أنت كم بقي لك سؤال بالضبط؟ فهمنا. والله ما عندي جواب. كان بقي لي سؤال، أنا عم بتذكر الإشكاليات يعني، عرفت؟ طيب شوف، كل مرة نعمل حوار، تمام؟ أوكي. كل مرة نعمل حوار ونحل فيها إشكال. المهم انحلت الإشكالات عندك اللي طرحتها. بصراحة تغيرت وجهة نظري كثير، لأنه يعني في أمور كنت فهمانها غلط، في أمور كنت هلا في كتير أمور قلت لي إنه في اجتهادات، في أمور قلت لي في اختلافات، أنا كنت يعني سمعان طرب مالي عرفان إنه في اختلافات هيك، وفي إنه ممكن نقول جمهور الفقهاء نقول إنه لا ما بننسب لهم هذا الشيء، يعني ما فينا ناخذ طيب بحكم هذا الشيء. اللهم لك الحمد. أهم شيء أن انحلت عندك الإشكالات. الله يجزيك الخير. وبالمناسبة بإمكانك أن تراجع كل معلومة أنا ذكرتها لك، يعني لتتأكد وتطمئن. بصراحة لا يعني، وإن شاء الله واثق فيك شيخنا. شكرا كثير لوقتك، شكرا لك. لرحابة إن شاء الله صدرك، جزاك الله كل خير. أهلا وسهلا. شكرا كثير.